السلام عليكم خوتي. غادي ندخلو ديريكت في الوصفه. عندنا هنايا كاس ديال الفول السوداني او كاوكاو، حمرته في الفران. العبار كان 200 غرام، يعني كاس. ونفس الكاس عمرته بالكرموس. هز لي 250 غرام، يعني نفس الكاس عمروه مزيان. اللي ما عندوش العبار واللي بغى العبار 250 غرام اللي درت. صافي. اول حاجه غادي نضيفو الكرموس نتاعنا في شي اناء، وغادي نضيفو الماء طايب باش يرطب لنا هكا باش نطحنوه. هكا درت الماء غليان، غير هكا تقريبا واحد 10 دقائق نخليوه. دابا غادي نشدو الكاوكاو ديالنا او الفول السوداني وغادي نطحنوه. وانتم دابا لكم الاختيار كي بغيتوه يكون محبب او مطحون مزيان كما بغيتو. انا خليته شويه هكا محبب، يعني بحال هذا الشكل هذا. صافي كنخويوه بحال هكا. وغادي ندوزو دابا للكرموس نتاعنا. كيكون 10 دقائق راه كيكون رطاب. غادي تشوفوا دابا الان القوام ديالو، وكنمسحوه شويه من الماء. هكا كيكون. وكنحيدوا له هذا. ولا عندكم الاله الصغيره كتقطعوها كقطعات صغار باش يطحن لكم غير دغيا بحال هذا الشكل. ولا كانت مجهده راه كتقطعوها غير في النص. انا راه كنخلي غير هكاك، يعني غير في النص هكا وصافي كنطحنوا، يعني على حسب الاله اللي عندكم. صافي حتى نكمل هذا الشيء كامل. صافي وكنطحنوه مزيان. راه دغيا ديك العمليه ديال 10 دقائق راه دغيا كطحنوا. صافي بحال هكا. هكا كيكون عجين. صافي. ودابا لكم الاختيار. ضفت هنايا قريصه ديال الملحه، وتقدروا تنكهوه باش ما بغيتو. انا غادي نضيف شويه ديال القرفه، يعني معلقه صغيره ما كانتش عامره. صافي وكنخلطو مزيان. هكا كيكون العجين ديالنا يعني مخلط. وكما قلت لكم على بالنسبه للكاوكاو كنخليوه هكا محبب، كيجي هكا المنظر فيه زوين. صافي وكتكوروهم هكا صغار، المهم الحجم اللي بغيتو. وكديروا هكا في شي اناء ولا شي حاجه، لان هادو كيداروا في الثلاجه باش هكا كيتنكلوا باردين، ونفس الوقت كيجي المذاق ديالهم هكا بارد زوين. صافي درتهم هكا في علبه وغادي ندخلهم للثلاجه. والاختيار كيبقى لكم اخوتي، ديروا باش ما بغيتو. المهم كيجيو غزال ولذاذين فاش كيكونوا هكا باردين، وكتقدموهم بصحتكم وراحتكم. اما التبصيل اللي كتشوفوا حدا هاد الوصفه اللي درت معكم اليوم، هذاك البقايا ديال التمر راه غادي ننزل لكم ان شاء الله الاسبوع الجاي المقبل ان شاء الله غنزل لكم الوصفه ديالو. ايوا هي هذه خوتي. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم، وتستاهلي لايك ما تنساونيش. وبالسلامه عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.